السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ وأهلا بكم من جديد في فن الخرز مع أسماء. النهاردة يا حلوين هنعمل مع بعض ميدالية. طبعا سهلة جدا جدا وبسيطة، عبارة عن كورة. هنعملوها طبعا إن شاء الله بالخرز اللولي. الخرز اللي انا هشتغل بيه، هشتغل بخرز نمرة 8. وزي ما انتم شايفين انا هحتاج المديدية القمر دي، وهحتاج طبعا الخيط فقط، وهحتاج طبعا المقص. واول حاجة بقى عشان ما اطولش عليكم ونبدأ في الميدالية على طول. زي ما انتم شايفين كده انا هناخد بقى ايه، هحتاج خيط نمرة 60 يمشي مع خرز نمرة 8. تمام. هبتدي بقى هنا احط 5 حبايات من خرز اللولي نمرة 8. هدخلهم كده في الخيط اهم 5 زي ما انتم شايفين. طبعا المبتدئين الامارات اللي بيتابعوني يركزوا معايا عشان محدش يتلخبط. انا هنا وسطنت الخيط وخليت الخرز في النص زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هثبت الخيط بايدي، وبعدين اجي بقى على اخر واحده من اي طرف، سواء الشمال ولا اليمين. هرجع في اخر واحده كده اهوت، هرجع في اخر واحده وبعدين هعمل حلقه. تمام. واجيب الطرف التاني واعمل كده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه تدخلي العقده في القلب الخرزايه علشان طبعا الشغل يبقى مشدود ومعدول. هبتدي بقى ايه، احط 4 خرزات، هنعمل خماسي على واحد. احط 4 خرزات، دخلت 4 خرزات، هرجع في اخر واحده اهمت ودخلتها في في الخرزايه. بعد كده انا معايا الخيط طالع من فوق وخيط طالع من تحت. الخيط اللي من تحت هدخله في الخرزايه اللي عليها الدور زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا امارات. والطرف الفوقاني هدخل فيه 3 خرزات. انا معايا طبعا الخيط طالع من خرزايه، هدخل عليهم 3. هيبقى برضو كده خماسي على واحد. ارجع في اخر خرزايه زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل نفس الكلام، اشد الخيط واعمل العقده بتاعتي واجمد الشغل. الطريقه سهله جدا جدا للمبتدئين، بس اهم حاجه تركزوا معايا علشان ما حدش يتلخبط. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان الخيط لما يكون طويل قوي بيخبل على فكره، وخابيني فعلا برضو في حته هنا في الشغل. بس احنا برضو كده ايه، المبتدئين يركزوا معايا عشان ما يخبلوش برضو. تمام. هدخل بقى الدور كل ده هعمله 3 3 3 لحد ما اوصل لاخر دور، اخر السطر. وهنعمل بعد كده هنقفل طبعا بحبايتين. تمام. بس نكمل بقى مع بعض الاول كده. اهم حاجه شايفين بقى الخيط بيتخبل ازاي، فاهم حاجه تخلوا بالكم علشان محدش يتخبل زي كده. تمام. طبعا احنا عارفين الحاجات دي كلها بتيجي غالية، فاحنا بقى ايه قلنا بقى نتعلم ونعمل الحاجات كلها دي لنفسنا. وكل حاجة طبعا موجودة في محلات الهاند ميد. طبعا اي حاجة انتوا عايزينها بتلاقوها في المحلات طبعا. المقاس ممكن تعملي مقاس اكبر من كده، ممكن تعملي مقاس اصغر من كده، ده على حسب طبعا حريتكم. بس هي الميدالية على الحقيقة طبعا هي طالعة صغيرة وشكلها شيك جدا ونمرة 8. ممكن تعملي بقى مقاس اكتر من كده او اقل من كده هتبقى صغيرة خالص. ممكن تعملها بخرزة التفسيرة بس، وفي خرز كمان بيجي مدور زي اللولي كده، ممكن تنفذيها بيه عادي يبقى منظرها جميل جدا. هدخل برضو الطرف اللي تحت برضو نفس الكلام، وهحط 3 خرزات، وهرجع في اخر واحدة زي ما انتم شايفين كده. هنرجع في اخر واحدة وبعدين نشد الشغل. الخطوات كلها سهلة جدا جدا اهي. فاضل بقى ايه حاجة عند اخر واحدة. تمام. انا هنا الخيط طالع لي بقى ايه، هعدي الخيط من خرزتين. تمام يا حلوين. انا كنت بعدي الخيط من خرزة واحدة، المرة دي هعديه من خرزتين. تمام. الخرزة دي والخرزة اللي في ريحها. وهنقفل بقى، انا كنت بقفل ب3 هنقفل ب2. تمام. يبقى احنا بدأنا ب4 وبعد كده 3 3 3 وهنقفل ب2. تمام يا امارات. كده قفلنا بقى الميدالية بتاعتنا. فاضل بقى ايه،
هنعمل السطر اللي جاي بعد كده هيكون خماسي على اتنين. احنا عملنا الاول واحد خماسي على واحد، هنعمله بقى خماسي على اتنين. معايا الخيط طلع من خرزة واحدة، هعديه من الناحية التانية نطلع من خرزتين. تمام يا حلوين. اهو كده انا عديت الخيط طلع من خرزتين اهمت. هنعمل بقى ايه، هنحط 3 خرزات، على هعمل معايا بقى ايه خماسي على اتنين. هنحط بقى 3 خرزات ونرجع في اخر واحدة، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده هشد الشغل عشان بقى انا عايزه اكون الكوره واقفلها. تمام. هاجي بقى اعدي الخيط من الخراستين اللي بعد كده، اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين برضو التغبيله دي، برضو نخلي بالنا ونركز. انا برضو الخيط اتخبل مني لتاني مره، فانا عايزه اقول لكم تخلوا بالكم عشان ما حدش يتخبل زي كده، وبالذات اخواتنا المبتدئين. احنا كده حطينا، احنا بندخل الخرزه في طبعا في الخيط في خرزتين، علشان بس محدش يتخبل فيكو، زي ما احنا ماشيين صح كده ومظبوط. تمام يا امارات. احنا بندخل بقى، دخلت 3 هندخل 2 2 لحد ما نوصل لاخر السطر. شايفين كده اهوت. هندخل في اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين برضه اهوت. حطيت برضه 3، بعملها لكم اهو تاني عشان محدش يتخبل وتكون الطريقة ماشية صح. تمام. اهي عملتها لكم تاني من جديد عشان بس محدش يتخبل. وبعدين بقى هدخل الخيط في الخراستين اللي عليهم الدور بعد كده، وبعدين بقى نبدأ نشتغل الايه الطريقة اللي بعد كده. تمام. بدخل الخيط في خراستين، بعمل خماسي على اتنين. كده ظبطنا الدنيا. هندخل بقى 2. هرجع في اخر واحدة، وبعدين اعمل الحلقة بتاعتي واشد الطرف التاني. خلي بالكوا الخيط تملي لما بتخبل بيخبلنا كلنا على فكرة، فطبعا مش عايزة حد ياخد في التخبيلة اللي خبلتها دي. فتخلوا بالكوا كويس زي ما انا ماشية صح كده. انا كده ماشية تمام ومظبوط. تمام يا حلوين. عشان بس ايه اخواتنا المبتدئين محدش يتخبل فيهم. وزي ما قلت لكم اي حد عايز طريقه اي حاجه يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ننفذها لكم. اهم حاجه ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناه، علشان اي حد طبعا يوصلوا الطريقه ويتعلم وكلنا نستفيد يا امارات. كده زي ما انتم شايفين برضو بدخل 2 2 2 اهو. زي ما انتم شايفين الكوره بدات تكور معايا. وعايزه اقول لكم اللي انتم ممكن تشكلوا الالوان بقى، هتبقى تحفه لو انتوا عملتوا الوان تانية غير الالوان دي. تمام. ان شاء الله انا هنفذ لكم برضو طريقه تانية بالوان تانية مختلفه بمقاس تاني خالص في فيديو تاني ان شاء الله. اقفل بقى كده اهوت. كمان احط كمان 2 وارجع برضو في اخر واحده اهيت، وبعدين اشد الشغل. تمام يا امارات. لحد كده اجي عند اخر واحده، هعدي بقى الخيط لتحت من خرزتين واحط خرزيه واحده فقط. تمام اهوت من هنا. والخرزه اللي بعدها انا قلت كده هندخلهم من 3 خرزات مش من خرزتين، واعدي برضو من الطرف التاني عشان بقى نقفل وخلاص. على كده هنحط بقى خرزايه واحده نقفل بيها. تمام كده. اظن مفيش اسهل من كده، ما خدتش معايا وقت خالص، بس هو موضوع التخبيل ده اللي مخبلنا كلنا فبياخد معايا وقت. تمام. لما الخيط يتخبل وكده هنرجع بقى في اخر الخيط كده واشد الطرف التاني،
وكده يبقى قفلنا الكوره القمر اللي انتوا شايفينها دي، شكلها لطيف جدا جدا. هجيب بقى ايه الميداليه بتاعتي القمر وادخلها في قلب الخيط واربط عليها. هتشوفوا دلوقتي هنربط عليها كذا ربطه. وطبعا عايزه اقول لكم ان احنا هجمد عليها بعد كده استحاله تنقطع. قال كان بقى قطعتها بمقص، قطعتها بحاجه تانية. تمام. فاحنا بقى ايه هنثبت بقى ايه وهنلحم الاطراف اللي فاضله دي بالولاعه بقى مكان القصه بتاعتنا، بحيث اللي تتلحم وتكون جامده ومية مية. تمام. هربطها كمان ربطه. انا عايزه الشغل يكون مشدود ويكون طبعا محدش طبعا يقول اتقطعت ومش الكلام ده كله. فاحنا كده ثبتناها كويس جدا اهيت علشان ما تتقطعش مننا. اهم حاجه يا حلوين، لو عجبتكم بقى الطريقه ما تنسوش تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم عامله ازاي. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير طبعا عشان كله يشوف ويستفيد. وكده تبقى خلصت معايا الميداليه القمر دي. شكلها جميل جدا جدا اهيت. وممكن كمان تنفذوها بالوان تانية يا قمرات. وما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.